الخير. عاملين ايه؟ بسم الله ما شاء الله، 5000 ليفر وفتح. صباح الفل. كنا عايزين بس اول حاجة قبل اي حاجة عايز اعرف بس الصوت كويس عندكم؟ سامعيني كويس؟ مفيش اي حاجة؟ طيب احنا معانا 10000 في اللايف، وانا عايز اتكلم عادي جدا، وعايز اتكلم بصراحة، وعايز اقول اول حاجة الحمد لله الفرح عدى على خير، والحمد لله يعني اليوم كان كويس على كل حاجة حصلت، بس الحمد لله يعني احنا انبسطنا باللي حصل بس كده تمام. فانا مبسوط جدا باليوم اللي حصل. اول حاجة عايز اتكلم عن موضوع البدلة. بص يا معلم، كده كده انا الحمد لله مش محتاج ان انا اعمل ترند، او محتاج ان انا اطلع على حس حاجه. انا من اول خطوبتي الحمد لله، او من قبل اللي انا من ايام زمان، والحمد لله انا دايما بطلع ترند بشكلي وبلبسي بكل حاجه. انا عارف ان ممكن تكون ثقافه اللبس اللي انا بلبسه مش نفس ثقافه الشارع بتاعنا او مصر. بس انا والله من الناس اللي دايما بتحب الفاشن، ودايما انا متاثر قوي بالحاجات دي، وبحب اللبس، وغصب عني متابع الناس اللي بره. فدايما بحب حاجتي بتيجي من بره، وبحب يعني البدله اللي ما كانتش عاجباكوا دي كنت جايب القماش بتاعها لوحده، كان جاي من فرنسا، وكان البتاع اللي انا كنت لابسه اللي هو كان يعتبر التيشيرت اللي كان تحت البدله ده كان من برادا، وكان يعني هو بينفع يونيسكس، ينفع تلبس على الاثنين يعني. تمام. ف ف فلقيت كتير قوي على البدله كانكم مصدومين ان انا اول مره البس كده، مع اني انا طلعت في حفله الساحل كنت لابس لبسي معين انا بعمله، وكنت لابس، وفنانين كتير غيري مش انا بس ازاي طبعا لازم مسلم هو اللي اتحط عليه، ولازم مسلم هو اللي يتقال له كلام زي السم، ولازم مسلم يتقال له كومنتات وحشه وسلبيه ومش عارف ايه. انا مش محتاج اراء حد. لو انت يا عم مش حاببني عندك ممكن تعملي انفولو وما تشوفنيش تاني. بالظبط، لو انت معجب او انت يا عم عندك راي ممكن تقول مش عجباني الصراحه، خلاص انا هحترم هنا، لكن ملاش لازمه تشتمني وتشتم اهلي وعيل مش عارف ايه وعيل مش عارف ايه. انا ما استاهلش ان ده يحصل، عشان انا لا شتمت حد ولا هزقت حد. انا اقسم بالله اللي جالي الفرح الصغير قبل الكبير، وناس ما كنتش اعرفها كنت بعملهم كويس اكتر من الناس اللي انا كنت عارفها، والله العظيم، وربنا عالم انا عملت ايه. فانا البدله دي انا بحب دايما اطلع شكلي مميز، وانا ناجح في الحته دي، وناجح ان انا خليك تتكلم على الحته دي. يعني انا ناجح ان انا اقدر اخليك تتكلم على اي حاجه انا بلبسها، لان بالفعل انا خليتك تتكلم على البدله وما تعجبكش، مع ان البدله انا شايفها من وجهه نظري، وناس كتير قوي بتفهم في اللبس شايف ان هي جامده، بس انا عشان عارف ان الناس شافوني في بيوتهم، والناس شايفين ان مسلم ده بنسمعه وبنحبه، ما ينفعش نشوفه لابس مثلا مش عارف طب. انا برضو يعني عذر الناس، بس والله يا جماعه دي ثقافه امريكانيه وثقافه من بره مصر. انا بلبس من بدري، وانتوا شفتوا طريقه لبسي عامله زي من بدري، كلكم عارفين انا بلبس ازاي. ف يعني حاجه عاديه، مش لابس يعني بدله من بحوره الامازون. يعني انا لابس والله انا لابس بدله عاديه جايه متفصله، وغيري قوي لبسها، مش انا اول واحد. يعني انا مش اول واحد، انا ممكن انزل لكم ستوري باللي كان لابسها يعني. تمام. فانا عملتها وانا مرضي عن نفسي، وانا عارف ان انا كويس الحمد لله. كفايه اهلي وكفايه مراتي وكفايه كل الناس اللي انا اعرفهم شكروا لي وقالوا ان انت كنت يوم كويس. حتى الناس اللي جات لي الفنانين كانوا كلهم معجبين بنفس اللبس اللي احنا كنا لابسينه، اذا كنت انا او يارا. ف فبس انا ده كان موضوع البدله. يا ريت مش لاقي حاجه انك تقولها فانك تخش تشتم وخلاص، واي كلام وخلاص. انا مش هسمع لحد اي حد، انا ما عنديش اسهل من البلوك، بس انت هتبقى استفدت ايه؟ يعني انت تبقى استفدت ايه ان انا لو دخلت يعني عملت بلوك بعد ما انت ما تكتب شتمت عملت اي حاجه؟ ما استفدتش اي حاجه غير انت خدت بلوك وخلاص، مش هتعرف تتكلم تاني. لكن لا، انت قول رايك يا عم بصراحه، قول رايك باحترام. انا هحترم الراي لو كان حلو او وحش، انا مش هزعل، لان كده كده دي اراء ناس، وكل واحد عنده وجهه نظر في اللي هو بيعمله. انا مش بقول لحد تعالى البس البدله مكاني، او بقول لحد معلش يعني يا عم تعالى ادفع لي ثمنها. انا كل حاجه عاملها وانا راضي عن نفسي بس. فده كان اول موضوع بنتكلم عنه، موضوع البدله. نخش بقى في الموضوع التاني. اللهم صل على النبي. بص يا سياده البشوات اول حاجه
يعني يارا عارفه انا طيب ازاي من جوايا، وعارفه انا غصب عني لما بكون حواليا زي مجموعه كبيره من الناس او مجموعه كبيره قوي في توتر حوالين مني، انا غصب عني لا بعرف اظبط كلامي ولا بعرف ان انا اتعامل ازاي، ببقى عايز اهرب وخلاص وامشي. تمام. ف... فعشان كده ده الموضوع ده اللي انا بتكلم فيه، يعني في حته اللي حصل في الفرح. حته ثواني كده يا جماعه. يا ابني مش انا تمام. حته اروى انا كنت بحترمها، وكنت بجد بعتبرها يعني اختي الصغيره، وانا ربنا عالم انا ما عملتش اي حاجه بنيه. والله يعني هي حتى لما جت انا استقبلتها باحلى استقبال، وهي شافت انا من كتر اللمه اللي حواليا، لما انا يعني تبص على ايديها دي كشياكه مني علشان اقدر اهرب منها، عشان هما كانوا يلا بسرعه عشان يارا بتعمل اللوك التاني، يلا بسرعه. مش عارف، قلت لها نورتي يا اروى، يلا خشي على الفرح. بس ده كل الحوار انا عملته، مش عملته ان انا معلش يعني انا مش هاجي يوم فرحي هعاكس واحده ولا شو ولا اقرب لواحده في وقت فرحي. اكيد ده مش عقلاني، يعني اكيد انا ده مش تصرفات واحد عاقل انه يعمل ده. تمام. فانا والله كل اللي عملته ده هو مع عباره غير ان انا بتعامل بنيتي الصافيه، وانا مش في قلب اي حاجه، وانا اكيد مش هبقى عامل الفرح ده كله ومكلف كل ده وعامل كل ده عشان خاطر الانسانه اللي انا بحبها، وفي الاخر هيجي حد يبوظ الفرح. اكيد انا مش هبقى عايز ده. تمام. فبس فاروى انا اتفاجئت من اللي هي عملته، لان انا يعني انا قلت مثلا لو هي بتصورني ستوري او حاجه على بعد اللي نزل ده كله والناس شافته، قلت خلاص بكفايه، اكيد هي مش هتنزل حاجه تاني، عشان هي شايفه اصلا يعني الفيديوهات نازله عامله ازاي، الفيديوهات نازله عامله ازاي. تمام. وانا اليوم ده والله العظيم ربنا يعلم انا ويارا شدنا مشاده جامده قوي، بس الحمد لله احنا بنعرف نلم مشاكلنا وبنعرف نحافظ على بعض، مش من الناس اللي اول ما بتتخانق بتسيب بعض وتجري، وده يخش في حته وده يمشي في حته. انا مش كده، انا ويارا بعرف نتكلم، والحمد لله ربنا مدينا حته العقل قوي عندنا في علاقتنا دي بالذات. فانا بس اتفاجئت ان اروى لو انت بتحبيني او انت زي ما بتقولي بتحترميني، عمرك ما كنت هتروحي وتنزلي حاجه زي كده، لان يعني انت اكيد روحتي. ولو انت يا ستي انا مثلا قلت حاجه، قلت لو انت صغيره مثلا، او ممكن تكون انت الفيديو ده نزلتيه مثلا قلتي مش هيعمل حاجه، اكيد مثلا اختك او مامتك او اي حد من الناس الجميله اللي معاكي دول اكيد كان هيقول لك بلاش تنزلي ده، عشان ده لو يارا شافته مثلا هتعمل مشاكل. البنت اتعاملت معاكي كويس، بس مثلا يعني لو الفيديو ده حد شافه اكيد هيتقلش مش حلو في اللي نازل ده. لا هي عارفه دوت، وهي فهي نزلته، وانا اصلا يعني بقول لها امسحي الفيديو اللي قبل من ده، ما شافتش كلامي وتجاهلت ونزلت الفيديو اللي بعده، ونزلت وما قدرتش حتى ان ممكن انا ومراتي نتعارك او اي حاجه، لان انا غصب عنها بهزر معاها، بتقول لي انت مش عارف ايه، قلت لها ان شاء الله العروسه القادمه، انا بقول لها العروسه القادمه يعني إيه، ان فرحك ان شاء الله اللي جاي عشان احضره زي ما انت حضرتي فرحي، ده اللي كان قصدي عليه. بس هي بتهزر، فقالت لي انت ايه ناوي تتجوز تاني؟ قلت لها ست الشرع محل 1 2 3 4، وهزرت قلت لها ده انت بتنزلي على الترابيزات ومش عارف ايه في اي فرح، كنت بهزر معاها عادي جدا، بنتكلم عادي جدا. بس الناس بتحول اي حاجه قدام منها، وانا كان فرحي يعني في كميه صحافه انا ما كنتش اعرف جت ازاي او دخلت ازاي. انا كنت عامل الفرح ده يعني على قدنا جدا، ما كنتش عازم اي حد غير الناس اللي انا اعرفها، ناس قريبين مني. فبس حته بقى اعتذرت انا، هي خدت حاجه معينه من عندها ونزلتها، انا ما بعتش كده، انا باعت قبلها فويس بقول لها يا اروى انت ما ينفعش انك تعملي اي حاجه عشان انت غلطانه، وانت المفروض تقدريني، لان اي واحده يوم فرحها لو شافت حاجات زي دي اكيد هتتضايق، وده حقها انها تعمل كده. ويارا ما غلطتش فيك، انا مش تمام. وانا قلت لها يارا ما غلطتش ولا قالت اي حاجه في الفيديو، يارا زي اي بني ادمه طلعت طبيعي يعني تبعد السمعه عن جوزها، وتبعد السمعه عنها ان الناس مطلعه ان مسلم معجب باروى، مسلم مش عارف ايه. معلش يا جماعه، اروى كانت معايا من زمان وكنت عارفها من زمان، لو عايز اعمل حاجه كان زماني عملتها من بدري، لو عايز ابقى مع اروى كان زماني ابقى مع اروى من بدري، مش هاجي يوم فرحي واعمل كده، يعني مش هاجي يوم فرحي واعمل كده. بس فانا كنت بعت لها كلام قبله، هي نقت الكلام اللي انا بقول لها حقك عليا، وانا مش يعني مش شايف ان انا، بالعكس انا شايف ان مراتي منفعله، انا برضو مش عايز انفعل، عشان زي ما بيقولوا واحد بيشد والتاني بيرخي من الناحيه التانيه.
فانا مش عايزين عايز ابقى انا الدنيا. وهي بنبقى دايسين في الموضوع. انا على قد ما اقدر حاولت الم الدنيا عشان انا الراجل ده يوم فرحي، وانا مش عايز فرحي يبوظ، ومش عايز اليومين اللي بعد فرحي واحنا في شهر العسل يبوظوا او نتعكنن او اي حاجه. فيا جماعه الفيديو ده بعده اقفلوا على اي موضوع. بسم الله ما شاء الله، في ايه عندنا في اللايف 50,000. هي كمان يعني نزل كلام غلط عليا يعني. ده انا بالنسبه أصل للكلام نفسية- اللي قالته صح عشان نفسية بس دي. اقوله. اول حاجه انا مراتي الحمد لله لا هي انسانه وحشه ولا هي بتاخد حاجه ولا الشغل الهبل ده. مراتي دي انضف بني ادمه في العالم، وانا مش بقول كده عشان هي قاعده. الانسانه دي انا عشت معاها وبجد هي بعدتني كتير عن حاجات غلط، ونظفت كتير حاجات في حياتي. كنت انا لوحدي، ما كانش في حد معايا بيقول لي الغلط مش صح. هي عملت ده وكان دورها انها تبعدني عن اي حاجه غلط. فاللي انت قلتيه عليها انا مش هتكلم فيه، بس انا هقول لك هو مفيش طفل يصدق الكلام ده. هي لا بتاعت مش عارف ايه، ولا هي اتجوزت 6 مرات ولا الكلام ده. دي اول جوازه ليها ودي اول فرحه ليها، تمام. فبعد كده لما تيجي تطلعي كلام على حد اوعي يعني تاخدي في اعراض حد او يعني انت بنت، يعني انت بنت ولازم تخافي على حاجه زي كده. وانت اصلا في وقت ما ينفعش انك تنزلي في حاجه عشان الناس اصلا كلها متضايقه منك او من اللي حصل. فانت اصلا غلطتي نفسك. لو كان ليكي حق ده، لو كان أنا ليكي بالعكس يعني اثبتت للناس إن يعني هي انت شخصية وحشة اثبتت بالظبط اثبتت يعني. اللي انت غلطانه، وكمان زودتي الغلط كمان يا اروى. انا ما كانش نفسي نتحط في الحته دي كلنا، ولا كان نفسي اصلا. انا كنت عازمك والله عشان تيجي تحضري فرح اخوك اللي هو انا، زي اي بني ادم بيعزم صحابه. بس انا ما كنتش متخيل والله ان كل ده يحصل، ولا انا عاوز ده يحصل. انا راجل يعني فرحي ده تعبني جدا والله قعدت 3 4 ايام مطبق ما بنامش عشان الفرح ده كله يكتمل على خير. فربنا ما يوروكوا، يعني ربنا يوروكوا بجد. يعني واحد ماشي في الفرح 70,000 نفر بيكلموه، 70,000 نفر. انا ماشي 200,000 حد بيطلب مني حاجه. مسلم مش عارف عايزين ايه، مسلم في حسابات مش عارف ايه، مسلم يلا عشان يارا مش عارف ايه، مسلم ما في حد هنا عايزك يصور، مسلم. فقدروا بجد لو واحد عريس عادي، لو واحد عريس عادي بيتوتر من الناس اللي معاه، ما بالك انا بقى؟ انا حوالين مني كل العالم دي وصحافه وكله حاطط التليفون في وشي، وانا بتوتر من اقل حاجه. فلما حد يوقفني قدام كل ده غصب عني انا هرتبك، مش هعرف اتكلم ولا هعرف اقول حاجه، تمام. مش هرجع اتكلم في الموضوع تاني. وانا يعني قفلت الموضوع ده بالفيديو ده. انا مش عايز الموضوع يكبر او ياخد حجم كبير، لان الموضوع قليل جدا، ولا فارق لي ولا فارق ليارا. واحنا عملنا فرحنا الحمد لله، وكان حاضر كل الناس اللي انا بحبهم، وكل الناس اللي بيحبوها، واهلها واهلي وامي وامها، وكل الناس اللي بجد بنحبهم كانوا معانا، وده يكفينا ان احنا كنا فيه. بس انا مش عايز حاجه تانية اكتر من كده، ومش عايز اطول عليكم. انا طلعت اوضح، ومراتي دي اغلى حاجه عندي، وانا لا يمكن في حياتي اني افضل حد عليها. مش بقول ده والله عشان هي جنبي، هي عارفه معزتها عندي عامله ازاي، وعارفه انا بحبها ازاي. بس فوالله العظيم انا انسان كويس. بلاش بجد تفضلوا تقولوا حاجات غلط. والله العظيم انا ما في اطيب مني ولا في بجد في جدعنتي. ومش بقول كده عشان اقول لكم ان انا شاب جامد او انا جدع. الجدع ما بيقولش على نفسه جدع، بس اقسم بالله انا من الناس. انا يوم فرحي كان صاصه ده شاتمني وعامل، وانا وهو غلطان وهو الغلط. اقسم بالله اتاسفت له في فرحي وقلت حقك عليا، وانا يوم فرحي مش هزعل حد مني، وحقك عليا يا صاصه، وما فيش اي حاجه، واحنا اخوات عشان انا طيب، وانا ده من جوايا نضيف. دي نضافتي. مفيش حد ما صالحوش يوم الفرح. مفيش حد كان ماشي يصالح الناس من يوم كلها. فرحي كان زعلان مني وانا ما صالحتوش. اقسم بالله العظيم انا صالحت كل الناس اللي كانت ممكن تبقى غلطانه فيا. بس فانا بلاش بجد تظلموا حد، وبلاش بجد تاخدوا المواضيع. الناس بجد بقت بجد وحشه قوي. الناس بقت بجد بتسوق سمعه اي حد، وبقت بجد بتاخد الكلام تقلبه. وده مش عارف يقول لك لابس بادي مش عارف ايه، وده يا عم روح هات سعره الاول، روح هات ثمنه الاول، هات ثمن البدله دي واعمله بعد كده ابقى اتكلم. يا عم انت اصلا لما واحد بيخش عندك على، ولا بيخش في واحد كاتب له كومنت، اقسم بالله بيخش يشوف الصوره مدين اهله كلهم على 100 جنيه. أيوة، فانت الحقيقة بتتكلم فيهم عني عيوب على ايه؟ الدنيا بتتكلم أصلاً. عني وتقول عليا ايه؟ فيهم عيوب الدنيا يا عم أصلاً انت مش في عايز الحقيقة. تشوفني ومسلم ده مش عاجبك، انفولو صباح الفل، بس كده. واعمل لي بلوك، ما تشوفنيش تاني يا عم. لازم يطلعوا مرضهم في الكومنتات. بس لازم. يعني مش عايز اكتر من كده. انا مش عايز غير الناس بجد تعمل حدود في العلاقه معايا او مع اي حد. بلاش، عشان انا مش عايز. انا بزعل لما بعمل بلوك لحد او الكلام ده. انا ببقى نفسي اني بجد ارد على حد برد كويس، واقول له والله العظيم شكرا لكلامك، رأيك واقول له مش عارف باحترام، ايه، يعني ورايك اتكلم باحترام. بس يعني قول رأيك، ما عنديش انا مش مشكلة، عايز بس حاجه باحترام. اكتر من كده، ولا طالب من حد اي حاجه. انا راجل فنان
وراجل اتبهدلت من صغري عشان اطلع وابقى في اللي انا فيه، والحمد لله ربنا رضاني. وما زالت الدنيا بتديني صدمات وبتديني حاجات كتيره، بس الحمد لله يعني ربنا موجود وبيسندني وبيخليني اتفوق على كل ده وابقى قد اي حاجه وابقى قد اي مسؤوليه. والحمد لله من صغري وانا شايل مسؤوليه، مش واحد يعني اتولد في بقه معلقه من دهب، لا الحمد لله احنا جايبينها من تحت قوي. وانا امي شقت عليا وربتني والست دي برده امها شقت عليا وربتها، فالحمد لله ربنا عارف احنا تعبنا قد ايه وعارف ان احنا اولاد ناس عاملين ازاي. فبس انا مش هتكلم اكتر في الموضوع ده ومش عايز اكبر في الموضوع ده، لان انا كان نفسي اصلا يعني يارا ما تردش، بس هي يارا غصب عنها ست واتحرقت على جوزها، هي بتحبه وبتغير عليه لما تشوف كل الناس مطلعه الحق ده مش عارف جوزك بيبص الاروه، ده مش عارف اروه جايه تعمل ايه، فغصب عنها اي واحده مكانها هتعمل اكتر من كده. غير ان انا اوضح للناس كانت اي واحده كنت عايزه اسيء مكانها هتعمل اكتر من كده ولا اقول كلام وحش بس. فانتوا كده كده انا الحمد لله يعني دخلت على التعليقات اللي كانت عند يارا، بجد كل الناس فيدباك جميله قوي، مفيش اي حد بيقول لها كلمه وحشه، مفيش اي حد بيقول لها انت غلط، كل الناس موافقه معاها متوافقه معاها وتقول لها بجد انت صح واللي انت عملتيه صح. فانا الحمد لله عمري ما اغلط في حد ولا بنت زي سايق سمعتها ولا اي حاجه. مش عارف مين بتقول ايه. انت شايف مش انا شايف انا بصراحه عايزين بقى نتكلم على موضوع حالة على جوز. طب استنى عشان في هنا واحدة بتقول لي اختك. اما بقى بحتة اختي، فاختي ربنا موجود، انا مش هينفع اطلع يعني لا عيب في اهلي ولا اقول حاجة ومحدش بيختار اهله، فربنا يهديها. وانا والله ما عملتش حاجة ليها، هي طلعت غلطت فيا وغلطت في مراتي بدون اي حاجة من زمان من غير ما حد بيردش عليها اصلا. وانا بجد كانت نفسي تبقى موجودة في يوم ده، بس انا عشان عارف اللي جواها وعارف كرهها ليا وليارا فما رضيتش ان انا اعمل مشاكل. ده يعني ده ما يدل ان كانت امي موجوده، كانت راضيه على كل حاجه. امي اصلا ما كانتش موافقه ان هي تيجي، قالت لا طبعا ما تجيش، بدل ما شتمتك وهزتك قدام الناس ما تجيش تصالحك في حاجه صغيره لازم تطلع تتاسف زي ما عملت كده. فبس هي بتنزل تشتم عليا ولغايه دلوقتي بتغلط عليا، وانا والله ما عايز ارد عليها ولا حد هيرد خالص ولا عايز اي حاجه ولا هخلي مراتي ترد عليها، لان كده كده مهما كان دي اختي وربنا يهديها وربنا يصلح لها حالها. انا مش عايز اي حاجه منها، والله يعني انا بتمنى لكل اهل الخير وبتمنى لكل الناس اللي انا اعرفها الخير، مش عايز اي حاجه لاي حد وحش. ربنا يهديها لنفسها بس الصراحه بقى عمرو ايمن بيقول لك الصراحه بقى لازم تتاسف براحتها. بيقول لك واحد بيقول لك امي المفروض تجيبها من شعرها. انا يعني يارا شكلها مسيطره عليك قوي. ليه يا عم مسيطره عليا؟ شبه مراتك، شبه اللي عندك كده ولا ايه؟ ما حدش فاهمه في الدنيا، شبه اللي عندك كده رايق. ما بتحكمش والله، انا راجل وقد كلمتي وعارف بعمل ايه في بيتي، بس مش لازم اطلع قدام الناس اعمل نفسي ذكر. مش كاريزما دي، يعني مش كاريزما ان انا اطلع استقوى على حد واعمل نفسي ان انا جامد وان انا كسر عين اللي معايا والكلام ده. لا معلش، جزمتها فوق دماغي عشان الست دي بتحبني من قلبها وعملت حاجات كتير قوي عشان خاطري من قلبها وفي يوم زي ده معلش واحده تاني غيرها كانت طلبت الطلاق وكانت بعدت عني، هي تفهمت انا بجد قلت الكلام اللي انا قلته. انا فاهماه، عارفه هو بيقول الكلام ده من قلبه وعلى قد ما زعلت بس الحمد لله في الاول في الاخر اتصالحنا مع بعض ولا اتفرقنا عن بعض ولا اي حاجه. بس وهي ب100 راجل، انا مش يعني مش هقول حاجه غير كده، هي ب100 راجل وهي عرفت ترد وتجيب حقها. والموضوع لما كبر وهي نزلت التانية، انا ما كانش نفسي ان التانية تنزل لان هي اصلا غلطانه ما كانش ينفع تنزل، بس هي نزلت وبرده كبرت الموضوع اكتر. وقع في شر اعمالها يعني، هي طلعت اللي في نيتها فقالت الكلام اللي اصلا الناس خدوه ضدها، ان هي ازاي واحده محترمه تقول الكلام ده، فمعناها يعني ايه تقولي لواحده بنت زيك الكلام ده؟ ربنا يعينها على حالها. خلاص ماشي، صباحكم فل وربنا يا رب يكرم الناس كلها. وانا والله العظيم اذا كان في حد هنا بيشتم حتى فيا والله العظيم انا مسامحك ومش هرد، عشان عارف على قد عقلك انت ماسك تليفون ونفسك تطلع اللي جواك فبتكتب اي حاجه لاي حد. انت اصلك مش فارق لك مسلم ولا فارق لك اي حاجه، انت كده كده يعني مش فارق لك، انت بس عايز تغلط وخلاص، انت عايز فاهم عايز تطلع اللي عندك وخلاص وتعيب في الناس، وانت اصلا فيك عيوب العالم كلها. بس فانا مش هتكلم عشان عارف انا نفسي وعارف مراتي ايه وعارف انا عامل ازاي، والحمد لله عارف انا تعبت ازاي وبقدر اخطط لاي حاجه وتنجح الحاجه اللي بخطط لها.
الحمد لله فرح انا عارف عملته ازاي، ونجح علشان انا من جوايا انسان الناس عارفه انا على ايه. فكك بقى من كل اللي بيقول مش عارف ايه والكلام ده، انا يكفيني الناس اللي جات لي بجد. يعني والله الناس اللي بتحبنا كانت من في ناس قلبهم غريبه والله ما والله. اعرفها جات لي، انا ما كنتش متوقع انها تجيلي. والله كنت فرحان بجد على التقدير اللي انا كنت شايفه في عين الناس. مش فارق لي اي حد تاني ما جاش، انا فارق لي الناس اللي نورتني واللي انا عزمتهم جولي بس، انا مش فارق لي حاجه تانيه بس. والفرح انت شفته كان عامل ازاي، ومش محتاج اتكلم على كل حاجه كانت على فرح. حلوه قوي والله. انا طبعا مش هرد، انت تلاقيك انت من عند شله ايه، من جروب الناس الحلوه، فخدي بلوك احسن، عشان اهو ده اللي هيحصل بعد كده. اشتم خد باي باي. بلوك، اشتم خد بلوك، مفيش عندي اسهل من كده. سبحان الله. وبرده بتكلم في موضوع الناس كلها سابت الدنيا ومسكت في حقك، بعت لها كلمه حقك، يعني سابت كل حاجه وسابت الموضوع ده كاتب حقك. يا جماعه الكيبورد عشان الكيبورد لا عشان والله اتنين إيه قاف ده؟ يا عم، اذا كانت قاف او كاف هي الاتنين بتتفهم نفس الفهم، حقك او كان أيوة. حقك، يعني ايه العيب؟ حتى لو الكيبورد معلش بيكتب يعني يا أصلاً عم القلم غلط، يا غلط. عم يا عم القلم غلط. هو انتوا ليه دايما يعني عايز تقيم الحد على اي حد تشوفه بلها بيعمل اي غلط حاجه؟ عادي، مشكلتكم ايه؟ مش فاهم. انا برضو من يومين لا لا الا الله. نسيت احط نون بدل الف، والله بجد لا، بيبقوا مصيبة. بيبقوا بجد مستنيين اي غلطه يمسكوها على البني ادم. ايه نون بجد بدل كميه ألف؟ الكره؟ ايه ايه الكره كده ده؟ جهله؟ ايه يا جماعه مش ايه والله بجد الكره ده بجد يا جماعه. والله بجد انا من كتر الكره وخوفي من العالم ما بقتش اقرب لناس والله العظيم، ولا اتعامل مع حد. بقيت اخاف بجد من كل الناس، من كتر ما الناس بجد باصه في حياتي وباصه في دنيتي، وكل أقل الناس تفاصيل متدخله، مركزين وكل فيها الناس جدا يعني. عايزه رايها يمشي عليا وكل. يا عم انا مش همشي رايك عليا يا عم، رايك ده يمشي عليك انت وعلى اهلك، مش عليا انا. انت لما تبقى بتاكلني او بتصرف عليا تعالى مشي رايك يا باشا. لكن طول ما انت متفرج لا اكتر ولا اقل، يبقى ما تقولش غير رايك باحترام. انا ليه تشتمني؟ عملت لك ايه عشان تشتمني؟ عملت لك ايه عشان اسمع منك لفظ مش عاجبني؟ يعني انا عملت لك ايه؟ تسببت ليك ايه في ايه عشان انت تتسبب ليا في جرح، او تتسبب ليا ان انا مثلا اقعد في بيتي مثلاً. افضل مثلا قاعد مخنوق، او انا اقعد بفكر ان ايه ده بيحصل معايا؟ طب ايه لازمتها انت عملت كل ده في واحد؟ نضفوا قلوبكم يا جماعه وخلي الموضوع بسيطه كده. يعني ليه؟ ما استفدتش اي حاجه. يعني لو انت حد جامد يعني اخرك بلوك. لو انت اجمد بني ادم بالنسبه لي في العالم اخرك بلوك، ولا هتستفيد اي حاجه. بس ما بيعملش كده يا مسلم غير الناس المريضه، الناس الكويسه هتلاقي منهم احسن من كده في الدنيا. انا خلاص انا كده خلصت الموضوع. يا ليلى عامله ايه؟ انا خلاص تمام، انا عملت كل اللي عليا وطلعت وضحت للناس، ومش محتاج اتكلم في الموضوع تاني. خلاص احنا كده بعد اللايف ده مش تسمعوا اي كلمه تاني عن الموضوع ده، بس وهنركز خلاص. في حياتنا ونركز في شرع، عشان احنا لسه ما كملناش يومين بعد الفرح. بسم الله ما شاء الله، يعني العين الله اكبر. فربنا يكرم الجميع وكل واحد يركز في حياته وفي حاله، وربنا يا رب ينجح كل الناس اللي بتذاكر دلوقتي عشان تنجح، ويا رب يكرم كل بني ادم صافي من جواه، واي بني ادم وحش من جواه ربنا يهديه لنفسه مش لحد. بس صباحكم عسل، ويا رب ما اكون طولت عليكم، ويا رب يكون كلام اتفهم صح ما يتاخدش باي شكل تاني. وانا مراتي اغلى حاجه عندي في الدنيا، مش اول حاجه تاني، ومفيش واحده تملى عيني مكانها، ولا هينفع، ولو حتى سابتني مش هعرف بعدها اتجوز حد تاني. لو ايه حصل، انا اصلا كنت قلت ان يارا دي بعدها اقسم بالله ولا هعرف حد تاني، حتى لو هي مش في حياتي بعد الشر يعني. عمري ما هعرف سكه الحريم دي تاني خلاص، لان انا بجد اتقفلت من الموضوع ده، وكانت هي يارا اخرتها. احنا عدينا بحاجات يا جماعه اكبر من كده بكتير، فعمري ما نبعد عن بعض عشان حاجه تافهه زي كده. دي بالنسبه بالي تفاهه اصلا. ربنا يكرم كل الناس، وربنا يا رب كل واحد عنده حد بيحبه يا رب يفرح بيه ويكملوا حياتهم على خير ويتجوزوا. واي حد اتجوز يبعت لي عشان اجي لك الفرح اغني لك ببلاش. دي حاجه في اللايف دي بقى عشان خاطر فرح. اي حد اتجوز وفرحه قريب يبعت لي حاجه اغني لك اغنيه ببلاش، مش اكتر الاسبوع ده بس. خلاص اهو في عرض اهو في اللايف، الحقوا بقى قبل ما يروح. صباحكم عسل، ومش هقول لكم غير حاجه صغيره. اللي انت نفسك تعمله يا انا عملته وبطلته، واللي انت لسه في اوله يا انا خلصته وقفلته،
والحلم اللي انت بتحلمه يا قبل ما احلمه حققته، واللي واخد وقتك كله ركنت علشان مش وقته. انا مين؟ انا بابا على مين مش على بابا. حبيبي لما تعوز تسأل يبقى تعالى واسأل بابا. صباحكم عسل.